عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اختي ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده اختي بحال ديما يا ربي. تحيه مني لكم خواتاتي وصحاباتي والميمات الغاليات، الله يحفظكم. ونبداو لا فيديو ديالنا دائما اختي بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بديت معكم اختي واحد لا فيديو هكا ونفاصليكم مورايا البلاصه نقيه فالحمد لله. بالعكس البنات بدات الدنيا كتنقى، بدات شويه اختي الامور كتقاد، الكثير حيدناه وان شاء الله ما بقى لينا والو. فالمهم هاد لا فيديو صورته لكم بالحد اختي وغنحطها لكم بالحد ان شاء الله. اليوم الروبو اختي، نهار الروبو، غدا غادي يدخل الصباغ. فالحمد لله اختي راكم عارفين ملي كنوصلوا للمرحله ديال الصباغ ها الامور بدات كتنقص. فالمهم غير واحد الملاحظه هو بالنسبه للصباغ، دائما خصنا ما ندخلوا الصباغ حتى يكون القبص نشف لينا تماما، تكون الارضيه كذلك ديال الزليج ما بقاتش كتشرب لنا في الحيوط، حيت حنا كنعرفوا الفورما والزليج داك الماء يعني اللي كنخدموا به كيبقى يشرب في الحيوط. وإلا كان عندنا هذا المشكل راه خصنا نصبروا المده الكافيه حتى كينشفوا لنا الحيوط وينشف لنا القبص مزيان، عاد كنقدروا اننا ندخلوا الصباغ. حنا راه عيطنا للصباغ البارح وشاف الحيوط شاف القبص قالنا صافي كل شيء نشف. فالحمد لله البنات، وهذه هي الميزه اللي ديما كنقول لكم اللهم لك الحمد عليها في دويرتي، انها مشى مزيان. يعني راه قال لي الصباغ راه كاينين الديور اللي كنقدروا خصنا نتسناو عليهم الشهر وكثر باش انهم ينشفوا، وحنا اللهم لك الحمد يعني ما خداتش لنا وقت طويل. بالزربه نشفات، وحتى الزلا يجي مني خدم حاول انه ما يفزكش بزاف، ما يعطيش ديك الماء كثيره بزاف للفورمه باش هكا ما يشربوش لينا الحيوط. والمهم البنات، المهم بديت معكم لا فيديو هكا. اول حاجه بغيت باش ما ننساش نجاوبكم بخصوص النظاظر ديالي. بزاف ديال الاخوات اللي قلتوا لي جاوك زوينين، اللي قلتوا لي عافاك شاركيهم معنا قولي لينا هكا معلومات على النظاظر. المهم انا النظاظر دابا راه تقريبا شهر هذه باش صوبتهم، يعني راه صوبتهم في شهر 11، غير عاد كتابوا انني وريتهم لكم وصافي. يعني دابا راه شهر باش بدلت النظاظر ديالي. فبالنسبه لبنات النظاظر انا دوزت عند الطبيبه، حيت بحال اللي قلت لكم كان نص ديال عيني كيولي لي احمر وكتعطيني عيني الصداع. صافي هي باش مشيت دوزت، قالت لي الطبيبه خصك ترجعي النظارات، وعطاتني واحد التقطيره. هاد المعلومات كلها راه كنت قلتها لكم. ديك التقطيره كنديرها 4 المرات في النهار، واخا اختي مع هذا الاصلاح كاع ما بقيت نفكر فيها كنساها، وخصني نتبعها مده ديال 4 شهور. والنظاظر صوبتهم عند واحد السيد، يعني هو اللي كنتعاملوا معاه حنا ديما في النظاظر، كاين في حي البيعات. الا كنتم مهتمين قولوها ليا، راه هكا اللي بغات ولا تواصل معايا في الواتساب، راه ديما كنخليه لكم في صندوق الوصف، نعطيها كاع النعت وتمشي عنده. بالنسبه للبنات النظاظر انا نقربهم لكم بحال اللي طلبتوا مني باش يبان لكم الكادر. ها نتوما بالنسبه للاخوات هكا اللي بغيو ياخذوا في حالو ولا هذا، هانتوما راه فيه هذا اللون هذا بحال واحد الكاشيري ولا ما عرفت الغوز بيبي. بالنسبه لهذا باش مغلفين اليدين ديال النظاظر، هانتوما راه دايرين بحال البرونز. وهانتوما هنا الا لاحظتوا راه كيبقاو يبانوا من البعيد بحال ما فيهمش الكادر، ولكن راه فيهم كادر. هانتوما حيت داير بداك اللون بحال الكاشيري وما كيبانش. فالمهم كنتمنى اختي يكونوا واضحين ليكم اللي بغات تسكرينيهم. غير انا الكادر راه ما خديتوش يعني من عند لوبتيسيان اللي صوبت عنده الجاج، خديته من السويقه ديال الرباط. المهم تحيه اختي الناس ديال السويقه خديته من السويقه ديال الرباط ب 150 درهم. المهم ما عرفتش اختي واش غليت فيه ولا رخيص، المهم انا عجبني خلاه لي اخر ثمن ب 150 درهم. وبالنسبه اختي للزاج، فالمهم غادي نقلب الكاميرا باش نوريكم مزيان. وبالنسبه للبنات لهاد الكارطه هذه، يعني راه عطاها ليا لوبتيسيان مع النظاظر، فكنظن واقيلا راه هذه هي لا مارك اللي كتكون ديال الزاج. ها هما البنات. المهم ها هي اختي سعاد، شفتيها هما. المهم كنظن واقيلا هاد الزاجه كيقولوا لها ناتورال بلو، شفتوها، حيت راه النيت كتعطي واحد الغوفلي في الزرق. هذاك بحال هاد الانواع ديال الزاج يقول لك انهم كيحميو لنا العين هكا، خصوصا التليفون البيسي. راكم عارفين دابا التليفونات الله يرزقنا الله يرزقنا الهدايه باش نقصوا منهم شويه. ها هما عاد بان لي البنات لاضه حتى جيت نشاركهم معكم. ها هما راه مقيده في الكارطه، يعني وقتاش صوبت النظاظر. ها هما نهار 1 في شهر 11، يعني دابا راه تقريبا واحد الشهر ونهار ولا يومين. فالمهم هادو هما المعلومات اختي اللي مهتمه انا شاركتهم معكم.
هادشي اللي كاين الزوينات ديالي. كنتمنى ان شاء الله انني نكون جاوبت على تساؤلاتكم بخصوص اختي نضاضر. المعلومات اللي بغيتو تعرفوا هي هذه. اللي بغات شي حاجه اخرى، يعني الطبيبه اللي دوزت عندها، واخا الصراحه انا اول مره دوزت عندها، يعني ما غنقول لكمش، ما نقدرش نقول لكم شي تفاصيل كثيره عليها. وبالنسبه للسيد اللي كنتعاملوا معاه في نضاضر مازال هذاك، يعني ديما حنا كنصاوبوا عنده نضاضر. الا بغيتوا عليه معلومات الرقم ديالي راه كيكون دائما البنات في صندوق الوصف. بالنسبه لصندوق الوصف راه كتضغطوا على فين كاين العنوان، غير في ديك البليصه راه كيطلع لكم تما الانستغرام ديالي، رقم الواتساب وكلشي كيطلع لكم تما. المهم اختي دابا غادي ندوز نشارك معاكم اختي المفاجاه اللي درت لكم في الفيديو اللي قبل. بزاف ديال البنات قالوا لي واقيلا شريتي الغساله ديال الماعن. ان شاء الله يا ربي تجيب الرزق ونشريوها اختي، علاش لا؟ مازال البنات ما شريتش الغساله. انا درت بلاصه ديال الماكينه ديال التصبين، دارت لها بلاصه دابا ملي كاين التهراس، خرجت الماء، خرجت لها كلشي للبالكون اللي عندي في بيت الناس. ولكن حاليا مازال ما غاديش نشري الغساله. ماكينه الصابون هي رجعتها لبلايصتها حتى النهار ان شاء الله يسهل الله ونشري الغساله ديال الماعن. ديك الساعه غتصاب لانستالاسيون كاينه عندي في البالكون، نخرج اختي الماكينه ونانستاليو ديك الساعه الغساله ديال الماعن. كلشي قريب عند الله، غير شويه بشويه. دابا غادي نوريكم شنو هي اختي المفاجاه وشنو هو السسبانس اللي كنت درت لكم. يلا معايا. ها هي اختي المفاجاه. فالمهم البنات هي هذه اختي المفاجاه اللي خبيت عليكم، سمحوا لي وصافي. ولكن شي بنات عاقوا بيا والله الا كتبوا لي وقيلا شي جوج بنات ولا هذا في التعاليق ديال الفيديو اللي قبل، قالوا لي سعاد واش خديتي الباب التركي؟ هو هذا اختي، ولكن الاغلبيه قالوا لي واش غساله ديال الماعن. خديت اختي الابواب التركيه المصفحه، ها انتم. فما شاء الله البنات كيجي الديكور ديالهم زوين. وحتى المهم انا ما نقدرش نقول شي حاجه ما عنديش فيها معلومات كثيره، ولكن لا الناس اللي شريتو من عندهم ولا المعلومات اللي قلبت عليهم في الانترنت انهم كيكونوا ابواب مصفحه، يعني كيكون الداخل ديالهم كاين واحد الصفيحه ديال الحديد باش هكا كيكونوا صحاح اكثر. انا ما غنقدش نشرح لكم بزاف ديال الحوايج اللي ما عنديش عليها خبره. غادي يبان لكم حتى الحيط اللي ركبنا عليه الباب، ها انتم راه غيبان لكم في البلايص كاع اللي كاين فيهم المرطوب راهم تعاودوا، حيت كنا لقينا واحد المشكل في الحيط واضطرينا اننا يعني مهم هذاك موضوع بوحدو. خلينا اختي من السلبيات ونمشيو للايجابيات. انا بغيت نشارك معكم الباب بطريقه ايجابيه، فالمهم السلبيات اختي نخليهم ليا ماشي مشكل، حيت لقينا الحيط عواج، اضطرينا هنايا في هذه الجهه رحنا ريبنا وعاود بنينا يا جوره. غير هو انا نوصيكم على حاجه وحده، ما ديروش الغلط اللي درت انا. مشيت شريت الباب قبل ما نجيب يعني شي حد من الشركه اللي شريت من عندها ويشوف لي الحيط وياخذ المقاسات وهذا مضبوطه. وتصوروا البنات اننا حيدنا الباب وبقينا يومين وحنا كنباتوا بلا باب، يعني زعما الحمد لله وصافي. يعني كاين الامان عندنا في العماره ديالنا، اللهم لك الحمد صافي. المهم انا غير اللي ننصحكم به مني تشريو الابواب المصفحه قبل اختي ما تاخذوه، طلبوا الشركه اللي غتاخذوه من عندها، قولوا لها عطينا شي واحد من الدراري اللي كيكونوا عندكم كيركبوا يمشي ياخذ المقاسات ياخذ العبارات، نريقلوا له المسائل باش غير يجي ويحط الباب. انا تنصلت البيبان ديالي وجاو هما، انا تصابيت محيده البيبان ملي قالوا لي احنا غادي نجيو نركبوا، حيدت انا البيبان وطحنا في مشكل. مهم ماشي مشكل. بالنسبه للباب انا خديت اختي هذا الشكل هذا راه غادي يبان لكم انه راه كري مغلوق، راه باقي شويه مكرفص ماشي كحل. هذا الكري مغلوق تقريبا بحال البلاكارات اللي عندي في الكوزينه. وخديت هذا اللون هذا ديال الخشب اللي كيبان بحال الشان، واخا هذا راه مهم راه ما كنظنش ماشي ما عرفتش شنو كيسميو هذا، راه ماشي خشب. انا قلت لكم يعني اللون ديالو بحال هذا بحال اللون ديال الخشب ديال الشان. مهم ركزوا على اللون. بالنسبه اختي الطفوله ديالو هما هادو، انا حاولت انني ندير ليه لي زاكسيسوار كاملين في الاينوكس. راه كيكون عندكم الاختيار واش بغيتوهم في الكحل واش بغيتوهم اينوكس. انا فضلت انني نديرهم هكا اينوكس. انا غنجيب السويرتات ديالو باش نشاركو معكم مزيان. وبالنسبه للبنات السويرتات اللي كيجيو معاه فكيجيو معاه جوج ديال السوارت. كاين هاد الساروت الكبير اللي كيعطيونا منهم 5، وهاد الساروت الصغير اللي كيعطيونا فيهم 3. فالمهم بالنسبه للقضيه ديال واش كيتصوروا ولا ما كيتصوروش باقا ما سولتش عليها، نسيت على هذه القضيه. المهم دابا نسول. انا راه كنت صورت لكم مقطع في البلاصه منين خديته، غير هو وقع واحد التغيير انهم تحولوا. يعني غير في هذه السيمانه هذه اللي ملي خديت انا الباب، راه البارح كانوا كيهزوا يعني كيحولوا المحل ديالهم، راه ولاو جبت الضحى ديال الابواب ساله. المهم انا غادي نخلي لكم الرقم ديال الهاتف ديال الاخت فاطمه الزهراء هنايا اللي مهتمه ولا هذا وبغات تواصل معاهم. فالصراحه فاطمه الزهراء واحد الانسانه اللي اول مره غنتعامل معاها،
ولكن كان التعامل معها زوين. كان عندكم شي مشكل كتواصلوا معاهم، كيجيو كيشوفوا المشكل اللي عندكم كيحلوه لكم. هذا هو الحاجه اللي عجبتني، حيت المهم هاد البيبان كيبغيو التركيز في الخدمه ديالهم، وهما يعني ماشي من داك النوع ديال كيحطوا لكم الباب كيمشيو الى عيطتوا لهم ما كيعاودوش يجاوبوكم. وهذه هي الحاجه الصراحه اللي عجبتني، يعني بان لكم شي اشكال ولا هذا كتعاودوا تواصلوا معاهم وكيجيو عندكم. بالنسبه لبنات هاد القفوله، القفل الكبير هو ديال هاد القفل، هذا هو القفل يعني الرئيسي كيكون كيحل من الداخل ومن برا. وبالنسبه لهاد الساروت الصغير هو ديال هذا كيكون من هنا كتسورتي بيه، ولكن من برا كيحل الساروت. هانتوما انا نحل الباب باش نشرح لكم. هانتوما البنات انا نحط شويه الكاميرا باش يبان لكم. هانتوما هذا القفل الكبير كيخرج على 3 ديال الدورات. وبالنسبه لبنات لهذا القفل هذا الفوقاني حتى هو تيخرج هكا، يعني هنايا ما كنحتاجوش الساروت من الداخل. 1 2 3 شفتوا البنات. وهنايا بطبيعه الحال راه كيتحكم عنده بلاصه الكانو ديال الساروت، ها هي وحده ولا هي شفتيوها. فالمهم سمحوا لي راه حيت صعاب عليا انني نصور راسي باش نوصل كاع هاد المعلومات، ولكن كنبغي نفيدكم. وبالنسبه لبنات هذه كتسميوها سيستيم سيكوريتي، واخا يعني راه كاينه عندنا العوينه اللي نطلو، والعوينه ديالو عرفتوا البنات واضحه زوينه في الصراحه. هذه ملي كندوروها وكنبغي نحلوا الباب، هانتوما ما تيتحلش الباب كامل. مثلا دق علينا شي حال بغينا نديرو غير واحد الطله خفيفه كيتحل هنا تقريبا واحد السنتيم، يعني راه ماشي واحد الحله اللي هي كبيره. كنتمنى انه يكون واضح لكم. نشوف دلوقتي نشوف معاكم. صافي راه واضح. ملي كنبغيو نحيدوها راه حنا كنحيدوها هكا هانتوما. بالنسبه للبنات الشكل ديال الباب حتى من برا، هانتوما الزواقه ديالو من برا راه بحالها بحال الداخل. دابا عرفتوا البنات راه بان اللون ديالو الحقيقي. قبيله ملي كان مسدود كان بحال كيبان شويه باهت، داكشي علاش كنت كنقرب لكم ليه. هانتوما ها هو الشكل ديالو. المهم انا هذا الموديل اللي عجبني. اما هما راه عندهم زواقات كثار ما شاء الله. راه بحال اللي قلت لكم راه كنت صورت في المحل غير بحكم انهم حولوا المحل ما بغيتش نحط معكم شي ادريس اللي يعني نتلفكم بها. الا كنتم مهتمين نمشي عندهم المحل الجديد، واخا انا مخليه لكم الرقم ديال الاخت فاطمه الزهراء ونصور لكم وندير لكم فيه جوله. البنات اللي بعاد وهذا يبغيو ياخذوا معلومات حيت هما راه كيديبلاصاو المغرب كامل ما شاء الله. بالنسبه للناس ديال قنيطره، بوقنادل، سلا، الرباط، تماره، الصخيرات، كنظن هذا الشيء اللي كانت قالت لي اختي فاطمه الزهراء راه كيديروا لكم التوصيل بالمجان. هنا غايبه لكم اننا باقي ما ركبناش له الرخامه. هنا راه كتجي رخامه، راه كاينه عندنا الرخامه راه جابوها، غير كان وقع لنا واحد المشكل اختي صغيور، ولكن الحمد لله كلشي معاهم كيحلوا لك المشكل، ما كاينش الحمد لله مشكل. داروا معايا 2 غيجيو يكملوا ليا، يعني غدا ان شاء الله غيجيو يقادوا لنا الامور. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه لي زاكسيسوار اللي على برا هانتوما حتى هما بالاينوكس. كاينه هكا ليديده بالاينوكس. هاد العوينه بالدقاقه ديالها هانتوما هذه اختي باش ندقوا والقفوله ديالو بحال اللي وريتكم هذا راه هو ديال الساروت الصغير، وهذا هو القفل ديال الساروت الكبير. ها هو راه كيكون فيهم طابع هنايا في الباب، يعني في الكادر اللي داير بالباب. بالنسبه للكادر ديالهم راه كيكون ديال الحديد، حنا راه خدمناه بلاموس. كاين اللي كيبغي يخدموا بالبيطون، المهم انا قالوا لي ان لاموس كيكون التركه ديالو احسن من البيطون. باش ما ننساش البنات نقول لكم الثمن، المهم غير سمحوا لي على الصداع حيت راني محيده الشراجم. بالنسبه للثمن راه هو كيقولوا في الشركه ديالهم مني مشيت 3300 درهم. انا كنهضر على هذا الموديل حيت كاينين موديلات اخرين، كاينين اللي كيكونوا ابواب اللي هما دوبل باثمنه مختلفه. راه قلتها لكم اللي مهتمه نمشي ندير لكم اختي جوله. 3300 درهم اللي قالت لي انا مني مشيت عندها، ولكن نقصات لي واحد البركه اللي هي قليله الله يخلف عليها. وكنتمنى اختي فاطمه الزهراء الناس اللي يجيو من طرف القناه انهم ياخذوا الباب بنفس الثمن باش خديته حتى انا غنقول الثمن باش تكون مصداقيه في القناه ديالي. فالمهم انا راه خلاوه ليا ب 3100 درهم. وعطاوني لاموس وحده باش كنركبوا، عطاوني هما وحده وانا راه زدت شريت 3، يعني راه هز ليا 4 ديال القراعي ديال لاموس باش كيركب. وهذا الشيء اللي كاين اختي الزواقه بحال اللي قلت لكم راه بحال برا بحال الداخل. سدوا لينا اختي الباب.
وهذا الشيء اللي كاين شي ملي كنسدو بحال كيبهات شويه اللون، ما كيبقاش عاطي في التصوير، هو هذاك هكا مازال شاد مزيان. هذا الشيء اللي كاين اختي. المهم حاولت نقول لكم الثمن، حاولت نقول لكم كل شيء. الرقم ديال الاخت فاطمه الزهراء اللي بغات تواصل معاها الله يسهل عليها يا ربي. الباب راه مخلصه بفلوسي، ماشي اشهار اللي مثلا واخده فيه باب فابور ولا مخلصه في اشهار نهائيا البنات. باب خلصتو بفلوسي، ولكن حيت عارفه بزاف الناس ولاو مهتمين بهذه الابواب، قلت ضروري نشاركهم معكم باش تعرفوا ان راه كاينه شركه ديال هذه الابواب هذه عندنا هنايا في مدينه سلا. وهنايا البنات فالمهم دخلت البيت يا اختي، بغيت نجمع هكا الحوايج ديال الصيف، فتصوروا انهم باقين عندي ما مجموعينش. ولينا نجبدوا حوايج البرد مخلطين ليا مع حوايج الصيف. قلت ارى نعزل بعدا غير شويه هكا اللي عزلت، درت هكا هي في هاد السيكان، درت واحد الباليزه وباقي ليا شي حاجه ديال الحوايج. بغيت ان شاء الله نخرج للشارع التوب ناخذ دوك الساشيات ديال ايكيا، واخا عندي منهم شي حاجه ما كافينيش، قلت نزيد منهم باش نجمع عليا حوايج الصيف كاملين ديالي ديال وليداتي. جمعت هنايا حتى الفاط هكا اللي كنستعملو في الصيف ديال البحر اولا لا بيسين. فالمهم بعدا كنحاول انني غير هكا نهير اللي ما يكونوش عندي المعلمين ولا هذا، نخطف ونقاد شويه اللي خاصو يتقاد، واخا صعيب الصراحه نجمع ونقاد وسط الروينه، وبخصوص ان دابا كي كنبغي نبدا شويه نقي كيكون الغد لي غيدخل ليا معلم جديد، كنولي نقول هي غنقص بعدا غير شويه وصافي. يعني صعيب باش نبدا نخمل كل مره ما بين معلم ومعلم. انا كنقص بحال اللي كنقولوا غير فيني قال لي تنقصوا شي فين يجي شي. بيتي هو الوحيد اللي باقي عندنا فين نقدروا اننا نعسو، وحتى هو راه جا فيه عرفتو بانيوات وسيكان وبزاف ديال الحوايج مستفاهم في واحد الجهه. فما عندنا ما نديرو، هذا هو حل الاصلاح. ضروري كيبغي الصبر، ضروري اختي خصنا نصبروا حتى كتقاد الامور، وان شاء الله كنتمنى ان النتيجه تكون مرضيه. هنايا هانتوما هاد الباليزه عاود جمعت فيها هكا شي بيجامات ديال الصيف ديالي، واخا راه باقي حتى هما باقي خصني نزيد نجمع. بالنسبه لغديوتنا اليوم كانت هي الرفيسه. المهم الرفيسه اختي بكيلو ديال العدس شوفوها وما تضحكوش عليا عرفتوا البنات انا الزوج ديالي الا كانت الرفيسه ما فيهاش العدس كتير ما كيبغيهاش. داك الشيء اختي باش درت لهم واحد العرام ديال العدس باش ما يلقى فين يهضر. بالنسبه اختي للوصفات سمحوا لي راني مقصره من جهتكم بزاف، ولكن القادم غيكون اجمل ان شاء الله. ما جايه غيه من الوصفات، ما جايه اختي غا ايام الحداقه، غير نكمل روينتي وها انا معاكم. فعارفه انكم يعني كتبغيوني نشارك معاكم وصفات من الكوزينه، كتثقوا في الاطباق اللي كنقدم ليكم، كتجربوهم كينجحوا معاكم، وهذا والله العظيم واحد الشرف اللي هو كبير ليا. دابا اختي كذلك مني انا في الاصلاح، وهذا كنحاول كل حاجه درتها نعطيها لكم بالتفصيل باش حتى نتوما هكا تاخذوا معايا افكار اللي كتصلح، تاخذ فكره اللي ناويه تصلح يعني تاخذ معايا افكار. وهذا الشيء ديالي شوفوا اختي شكون جا عندي اختي طليت عليها ندوق شويه ديال السيمه ذوقتها من السيمه مسكينه. عرفتي راه كل نهار تعيط ليا كتقول لي راه غنجي عندك، تنقول لها شوفي راه الروينه القربانه راسي ما جالساش في الدار والله الا كنقول لها شوفي اختي راه الروينه والله مسكينه كيك ما نجي نعاونك كيك ما خاصك شي حاجه. كنقول لها والله حتى بلا ما تصدعي راسك عرفتي مسكينه والله زعما نحس بها غير اللي صالح وجالس في الدار وعايش فيها حاسه بكم بزاف، حاسه بيا لدرجه والله البنات اللي كتعيط لي بعض المرات 2-3 د المرات في النهار. والرمله والطيبين القبيل المعلميه تبارك الله والصلاه عندي راه لا اله الا الله. ولكن ان شاء الله النتيجه غتعجبك. ملي دخلتي كي جاتك الدار عرفتي تبدلت عليا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اختي قلت لك ديال الارض وانت تبارك الله ذواقه ذوق وانت انت ما شاء الله. نقول الباب تبارك خفت الحق لا ما تحقيش نحطوه في نص الفيديو. عرفتوا الباب تبارك جافا وشجعتني بانني ان شاء الله انا غنديرو ان شاء الله. المهم شتي كيجي غزال الجليج ديال الارض فنيون، الباب اللي حيدات وعطاها واحد المساحه للدار اللي كتدخلي الدوش الحمام السده في الحمام. هذاك الشيء شوفوا ماشي لامود، داك الشيء عملي. سعاد انا وسعاد عندنا نفس الفكره، كنفكروا نصلحوا دويرتنا بداك الشيء اللي عملي اللي غادي انا نخدم فيه وانا مرتاحه. يعني ماشي غادي نتبع الموضه، غادي نتبع الشكل اللي ولاو يعني كلشي غنوليو دايرين بحال داك الشيء اللي عملي ماشي
ماشي اللي غادي لا مود، حيت لا مود كيسالي كيبقى داكشي عامل. دابا ولا واحد الاشكال حتى انت فاطمه زهره ديما كنتي كتقولي ولاو الديور كيتشابهوا بزاف، الديور كيتشابهوا. مشات داك اللمسه المغربيه، داك الجلسه بلديه، داك البيوت المغربيه مشات، ولا كلشي تركي، كلشي داكشي باش انا حاولت نلقى الزليج اللي هو مختلف، حويجات اللي هي مختلفين، ومازال الزليج راه صورته راه والله ما عطى حقه في التصوير. لا ويلي فن تبارك الله مرخم وشنو مرخم زوين. ملي كدخلت للدار تبارك الله كبرات القبص زوين. زعما الصراحه الله يكمل عليك بالخير يا ربي، الله يكمل بالخير. وصافي طليت على الطيله نهبط بحالاتي ويتكمل شغاله، ولكن ان شاء الله ملي تسالي الدار وتسيق ضروري غنجيو ضروري ان شاء الله.